الشخص المتنمر وببساطة ومن غير مصطلحات معقدة. لما تلاقي شخص بيتريق عليك أو بيقلل منك أو حتى بيهزر معاك بس بيديك كلام جارح من تحت لتحت، وزي ما بنقول كده بالبلدي بيحط لك السم في العسل، يعايرك على كلامك ويصطاد لك الأخطاء ويعايرك بيها. بيحب دايما يحرجك قدام الناس وبيستمتع بأذيتك، ومهما اتكلمت معاه وحاولت تفهمه مش هيسمع لك وهيفضل يستمر في اللي هو بيعمله. الشخصيات دي موجودة حوالينا في كل مكان، وكأنه وباء أو مرض مزمن بيمسك في الشخص من طفولته لحد البلوغ وبيستمر. لو كنت قابلت الشخص ده فانت كده عرفت دلوقتي ان هو ده الشخص المتنمر. وتعالوا بقى نلحق الجيل الجديد، أولادنا. المتنمر ده بيكون شخص بيستمتع بأذية الناس، واللي بيختارهم غالبا بيكونوا أضعف منه عشان يقدر يسيطر عليهم. المتنمر مش بيتولد متنمر، لكن هتلاقيه بقى كده بسبب البيئة اللي حواليه والطريقة اللي اتربى بيها. وهنا بقى يظهر دور الأهل في طريقة تربية ولادهم ومتابعة سلوكهم من وهم صغيرين. الأطفال دول بيحبوا دايما يكون ليهم ضحية، يعني حد يكون أضعف منهم أو منطوي أو مختلف عنهم بأي شكل عشان يقدروا يمارسوا عليه سلطتهم ويحسوا إنهم مسيطرين. على فكرة هما مش بيحسوا إنهم بيعملوا حاجة غلط، هما شايفين إن تصرفاتهم دي طبيعية جدا، وده سببه إنهم بيشوفوا ده بيحصل قدام عينيهم كل يوم. ممكن يكون ده تصرف الأب أو الأم معاه، ممكن يكون من إخواته اللي أكبر منه أو حتى من قرايبه. سلوك بيتكرر قدامه باستمرار، فطبيعي انه يتأثر بيه ويأثر على سلوكه. وده اللي خلانا اقول في الاول ان المتنمر مش بيتولد متنمر. 4 صفات تقدر تميز بيهم الشخص المتنمر. اول حاجة، بيعرف يختار ضحاياه. المتنمر زي ما قلنا هتلاقيه بيختار الضحية بتاعته اضعف منه، يعني مش هيختار حد في حجمه او اكبر منه، وده عشان يقدر يتنمر عليه ويحس بالسيطرة والهيمنة. كمان هتلاقيه مش بيعرف يتعاطف مع اي حد يتسبب في اذيته، وده اللي بيخليه يستمر في الاضطهاد من غير رحمة ومن غير ما يحس باي ندم. حتى بعض المصادر اللي قابلتني بتقول ان كلمة تنمر متاخدة من معنى النمر الغاضب، وطبعا مش محتاج اقولك النمر بيعمل ايه في فريسته. هو ده سلوك الشخص المتنمر. كمان بيحب ياخد اي حاجة بالقوة حتى لو الحاجة دي مش بتاعته، يعني مثلا لو شاف زميله معاه قلم شكله حلو وعجبه هيكافح بأي شكل، المهم في الاخر ان ياخد القلم ده حتى لو وصل به الامر ان يضربه. دايما بيشوف كل اللي حواليه انهم اقل منه، وده لانه شخص نرجسي ما بيحبش الا نفسه، واللغة الوحيدة اللي يعرفها هي العنف والاضطهاد، وبيرفض انه يسمع لحد ومش بيقتنع الا بوجهة نظره هو بس. حد يقول لي طب كده خلاص يعني نرميه بقى ونجيب واحد غيره؟ اكيد لا طبعا، في طرق كتيرة لعلاج التنمر وهشرح اهمها، بس هبدأ برسالة للاهل. الاب والام لو لاحظوا ظهور الصفات دي على ابنهم لازم يدوروا على السبب اللي وصل ابنهم للسلوك ده، لانه ببساطة هو عنده صعوبة في ادارة مشاعره زي الغضب والاحباط وانه مش حاسس بالامان. لازم ابنك يحس انك مش هتسمح باي تصرف في تنمر، ولازم يكون في رد فعل منك. يعني مثلا لو لاحظت انه بيتنمر على زمايله عن طريق رسائل الموبايل او الواتساب، احرمه من الموبايل لفترة معينة وعرفه انك عملت كده علشان طريقته مع زمايله. علمه ازاي يحترم الناس وانه ما يسخرش منهم. علمه ان مهما كان في اختلاف في الشكل او اللون او الديانة او الجنسية او حتى في الوضع المالي، ده ما يمنعش اننا نحترم بعض. اتكلم معاه واعرف ايه مشاكله، اعرف الضغوط اللي بيتعرض لها سواء في البيت او بره البيت. اتواصل مع المدرسة، اتكلم مع مدرسينه، اسمع رأيهم في سلوك ابنك، لان اللي بيعمله من وراك عمرك ما هتعرفه الا من حد تاني. اتكلم مع الاخصائي الاجتماعي لو في اخصائي اجتماعي، اتواصل مع اولياء امور زمايله عشان تعرف هو مصاحب مين. وبس كده. لو كنت وصلت لحد هنا يبقى انت اكيد بتحب النوع ده من الفيديوهات. اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، اكيد هتشوف حاجات تانية تهمك.